فعلا يمكن تحدي جديد مثل ما تفضلت اخي العزيز. كلنا ندرك كجهاز كمجلس اداره نادي الاهلي وايضا الجهاز الاداري والفني واللاعيبه، ندرك كلنا اهميه الثلاث لقاءات المتبقيه في مسيره دوري اكسبو، وبالذات مباراتنا القادمه واللي راح نواجه فيها نادي السد. نادي السد مثل ما تعرف نادي كبير، وايضا هو قاعد يحارب على جبهه الحصول على بطوله الدوري، واحنا لنا رغبه اكيده ايضا في تحسين مركزنا والحصول على النقاط ايضا. فالمباراه بتكون صعبه في مواجهه فريق جدا متمكن، فريق متطور السد، وصداره الدوري هي اكبر مثال على استحقاق نادي السد انه يكون في المركز الاول. لكن في الاخير هي مواجهه وعلينا الاستعداد والتحضير لها الجيد. اعتقد فيها اجواء جدا ايجابيه في الفتره السابقه من بديت انا اشرافي على الفريق، وان شاء الله راح نقاتل بكل رغبه اكيد ان شاء الله نتحصل على مزيد من النقاط حتى لو كان الفريق اللي راح نواجه نادي السد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا قرار شيء المدرب كان قرار إداري، وإحنا اللاعبين علينا أن نركز في الأمور اللي في الملعب. وكابتن خالد تاج طبعا غني عن التعريف، معروف بالكرة البحرينية، وواثقين فيه إنه راح يضيف لنا إضافة جيدة، وهو كان معنا من بداية الموسم فيعرف إمكانيات اللاعبين، وبإذن الله قادرين إن شاء الله نعمل مباراة جيدة بإذن الله. فعلا مثل ما تفضلت، تعرف احنا في المراحل النهائيه الاخيره من مسابقه الدوري، فالفرق معرضه للايقافات لاصابات كثيره ممكن ان يعني تصادف في مسيره اي فريق. احنا كنادي الاهلي عارفين المجموعه، عندنا يمكن مجموعه من اللاعبين او الغيابات، لكن في الاخير عندنا مجموعه كبيره او شريحه كبيره نقدر نعتمد عليهم. والاجواء حاليا من خلال الحصص التدريبيه وحتى بغرفه الملابس وخارج الميدان التدريب او حتى داخل الملعب تشوفها جدا ايجابيه. فالمجموعه اللي متواجده ايضا فيهم الخير والبركه، قاعد يتمرنون بشكل جدا ايجابي وشيء جيد، وبنحاول ان شاء الله نخلق لنا بالمجموعه اللي موجوده ان نقدر ان نحضرهم ونجهزهم حق مباراه السد رغم الغيابات، لكن انا عندي ثقه كبيره في كل المجموعه اللي متواجده معي. هو أكيد مباراة السد راح تكون صعبة، بس احنا بعد نادي الأهلي نادي كبير، بإذن الله قادرين نواجه نفس هالمباريات، وإن شاء الله راح نكون جاهزين للمباراة ونحصل منها حتى لو 3 نقاط بإذن الله. نفس ما نادي السد عنده طموح في الصدارة، احنا بعد عندنا طموح نحسن من مركزنا مهما كانت الصعوبات الموجودة في الفريق. بإذن الله أن احنا قاعدين نطلع من الشيء هاي لشيء إيجابي بإذن الله. شوف في البداية أنا ابن من أبناء النادي الأهلي، وسبق أني تواجدت هني وعارف ظروف النادي، والنادي هناك ما شاء الله ما قصر وايد في الفترة السابقة، وقدمنا يمكن فترة من تواجدي في عام 2000 يمكن 12 ل 2016 كنت موجود، فعارف الأجواء كلها، وأنا ابن من أبناء النادي، والنادي في أي وقت ممكن إنه يحتاجني أنا رهن إشارتهم وحاضر هني وحاضر إني أقدم وأساعد الفريق باللي أقدر إن شاء الله. قاعد نخلق اجواء ايجابيه مو بنفسي، مجلس الاداره والاخوان الجهاز الاداري والفني وحتى اللاعبين كلنا ندرك اهميه هذه الفتره، وباذن الله ان شاء الله قادرين نغير الكثير ان شاء الله في الجولات القادمه، ونستعد ايضا حق مسابقات كاس سمو الامير ايضا. فالاجواء ان شاء الله ايجابيه، وانا رهن اشاره النادي في اي وقت، واطلب من الجماهير دعم العميد ان شاء الله، والعميد يقدر يعود ان شاء الله.